سلام بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم حبيت نقول لكم كامل صحه رمضانكم ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والهنا. وحبيت نبدا لكم الشهر الفاضل هذا بهذه الوصفه تاع تحليه بزاف بنينه وخفيفه على قلوبكم. راح تجربوها اكيد راح تعجبكم. في السهره تجيب 3 طبقات كما راكم تلاحظوا، خفيفه مش بنينه بزاف، هذيك الحلاوه اللي تقهم وما تقدروش تاكلوها، تجي بزاف خفيفه وبنينه. على بالي راني غايبه عليكم هذه النهارات بزاف في اليوتيوب، بصح راني دائما ارجو معكم في الانستغرام. نرحب بكم كامل. اللي مازالت ما جاتش عندي نقولها اسمها واسفل الفيديو، والرابط راه في صندوق الوصف. نروحوا على بركه الله نبداو الوصفه تاعنا اليوم. اول حاجه نبداو نحضروا الطبقه الاولى. انا هنا واش حقيت في كسرونه نحطوا نص ريتله تاع الحليب، ديروا حليب بارد عادي ما يهمش. هاي اللي كان وريتها لكم باللي نص ريتله تاع الحليب حطيتها في الكسرونه، واستعملت علبه تاع فلون بذوق الموز. هاي ليك هذا الذوق تاع النواره راه جديد، انا اول مره نجربه صراحه وعجبني بزاف هذه التحليه. العلبه تاعي كان الوزن تاعها 50 غرام. حطيتها مباشره، ضفت لها 2 مغارف تاع السكر حبيبات، واللي يحبوا الحاجه ماشي حلوه ما يديروش كامل السكر. ضفت لها النص مغرف تاع مايزينا كما تشوفوا الملعقه الكبيره، درت النص تاعها، خلطتهم هكا بارد في بارد كما راكم تلاحظوا، ونحطهم على فرن متوسط. نخلطهم هكا شويه حتى يذوب هذاك السكر باش ما ينحرقناش، ونخلوهم يغلوا ويعقلونا شويه كيما نحضروا الفلون بالطريقه العاديه. هنا كي غلى لي هذاك الفلون نجيبوا هذه القوالب الفرديه. انا استعملت هذا الكؤوس، نتوما استعملوا اي نوع عندكم ما يهمش. وحاولت نقسم هذيك الكميه تاع الحليب تاع نص لتر على هذا الكؤوس. انا الكؤوس تاعي كانوا شويه كبار، داروا لي 4، انتم تقدروا تروحوا حتى ل5 ولا 6. هاهم ليك لهنا قسمتهم كامل بالتساوي. نخلوهم بجهه يريحوا شويه برك في المطبخ، ما ندخلهمش للثلاجه حتى يتشد روحه برك شويه. هذاك الفلون يدير هذيك الطبقه من الفوق، هذا ما كان شوفوا راهو عاد سخون يعني راهو يردح برك، دار لي هذيك القشره الفوقانيه. في هذه المرحله حكمت حبه تاع بنان، يعني حبه وحده تكفي بالغرض. قطعتها هكا شرائح رقيقه وقعدت نحط فوقها كطبقه فوق هذيك الطبقه تاع الفلون كيما راكم تلاحظوا. قلت لكم حبه حجم تاعها متوسط كفت بالغرض. هاي ليك انا حطيت لهنا في كل قالب حطيت 5 قطع. وهاميك القوالب تاعي بعد ما عمرتهم كامل بهذيك الحبه تاع البنان. انا عفوا كنت حطيت 6 قطع في كل كاس. نروحوا لهنا كإضافة ثاني زدتها، بما أنه يعني الموز والكراميل يتمشوا لنا بزاف مع بعض. كانت عندي كمية تاع الطوفيا كراميل الجاهزة، درت هكا فقط كمية صغيرة فوق هذاك البنان. يعني شوفوا شحال كمية صغيرة برك، انتم تقدروا ديروها إلا كان عندكم الكراميل، ولا ما كانش عندكم استغنوا عليها عادي. شوفوا لهنا عودي دائما حاضر في الفيديوهات بيدو دائما. الطبقة اللي الثانية أنا واش استعملت، أنا حكمت قفرات. انا حاولوا تستعملوا قفرات اللي ما يكونش فيها لا كريم بزاف. انا استعملت هذه النوعيه اللي وريتها لكم تاع بيمو، بصح جاتني بزاف فيها الكريمه، كي ريحتها ولات لي شوفوا متماسكه بزاف. نتوما حاولوا تستعملوا النوع تاع القفرات اللي ما يكونش فيها لا كريم بزاف. هنا اضطريت باش نخدم بيدي باش نبقى ان مام ريحتها في الروبو، بقيت نعاود نحل فيها بين صباحتيه باسكو كانت بزاف اكريمي. نتوما حاولوا تستعملوا نوعيه اللي تكون شويه لا كريم تاعها ناشفه. هذه النوعيه تاع بيمو هي بينه في الماكله تاعها صراحه، لكن في التحليه كي ريحتها ما ترحاتليش باسكو فيها بزاف لا كريم. نتوما حاولوا تستعملوا وحده اللي تكون شويه ناشفه. وقعدت ندير هكا كطبقه ثانيه فوق هذاك الماوس كما كنتوا تشوفوا. هذه الكميه ديروا كميه كبيره، ما ديروش تاع بسكوي. يسيو هذه الوصفه تاع اليوم ديروها بالقفر، تعطيكم واحد القرمشه واحد البنه يعني ما شاء الله. انا كنت درت علبه ونص من هذيك العلبه الصغيره، دارت لي هذا الربع كؤوس. هامليك في الاخر شوفوا كيفاش جاو الطبقات تاع الفلو والموز وهذه الكفرات جاو ما شاء الله. نحطوهم بجهه ونجو نحضروا الكريمه. هنا واش نديرو، هنا في وعاء قعدت دائما في الذوق تاع الموز. حكمت علبه تاع ياغورت عادي، ياغورت يعني يومي بذوق الموز. حطيتها لازم تكون بارده البنات، لازم تكون هذاك كون خرجتوها من الفريجيدار باش تطلع لنا الكريم. حطيت علبه تاع هذيك الياغورت، بنفس العلبه درت علبه تاع حليب يكون لازم بارد ثاني بارد مليح. ومن بعد ثاني بنفس العلبه حطيت 2 علب تاع بودره الشونتيي. هنا دائما الشونتيي نقول لكم حاولوا تستعملوا النوعيه اللي تكون مليحه يعني تطلع لكم في التحليات. ونبقاو نطلعوا في كريمه الشونتيي بطريقه عاديه. في الاول نخلطوا بسرعه يعني منخفضه، ونبداو نزيدوا بالعقل السرعه حتى نحسوا بهذيك الكريمه طلعت لنا وتماسكت لنا، ولا اللون تاعها شوف كيف راه يبان كيما ناج بلون ناج. هاوليك شوف طلعت لنا وتماسكت لنا.
هذه لاكريم تجي القوام تاعها تجي بزاف خفيفه، يعني بالياغورت تجيكم هايله، جربوها. انا استعملت هكا جيب حلواني، حطيت فيه هذيك لاكريم باش نزينها من الفوق. نتوما الا حبيتو ديروها يعني غير بالمغرف ولا ما عندكمش هذا جيب حلواني ولا عادي، خدموا بالحاجه اللي موجوده عندكم. وجيت نزين هذوك الكؤوس تاوعي. شوفوا درت هذا القمع اللي هذا الشكل، وانتم تحبوا تغيروا كيما حبيتوا ديروا على حسب الذوق تاعكم. هاي ليك انا نزين فيهم كامل من فوق بهذيك لاكريم. قلت لكم تجي هذه لاكريم هايله وما تجيكمش بينا بزاف، يعني الحليب والياغورت يكسرونا هذيك الحلاوه تاع الشونتيي. هاي ليك وهم ليك لهنا بعد ما كملتهم كامل. قلت لكم الا درتوا كؤوس صغيره حطع لكم اكثر من ربع كؤوس. وهذيك لهنا شوفوا حنوريها لكم عن قرب. شوفوا الطبقات كيفاش جاو يبانوا في الكؤوس، صراحه يجوا هايلين. بردتهم مليح في الثلاجه، انا خدمتهم على العشيه، يعني خلوهم يريحوا 3 سوايع 4 سوايع حتى في السهره باش تقدموهم. انا للتقديم درت لهم فقط من الفوق هكا شريحه تاع موز، وقعدت توجغ في هذيك الكراميل، درت لهم هكا خطوط صغيره تاع الكراميل من الفوق، وصدقوني جاو منظر والذوق وجاو اكثر من رائعين. قلت لكم يجوا الحلاوه في المعقول، وتجي لك الكريمه بزاف خفيفه وبزاف بنينه، تستاهل تجربوها. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم الوصفه اللي خيرتها لكم اليوم. تهلاو لي بزاف في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جايه. قلت لكم اروحوا عندي كامل الانستغرام نتقاسم معكم لي ستوري يوميا